أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير. وسام أبو علي النهاردة كان مستحوذ على نسبة كبيرة جدا من كل الأخبار في المواقع والصفحات الرياضية. مشكلته مع النادي الأمريكي كولومبوس وعدم قدرة النادي الأمريكي ده على تسجيله وإمكانية عودته مرة أخرى للدوري المصري ومفاوضاته مع بيراميدز ونادي الزمالك متمثل في ممدوح عباس. هقول لحضراتكم القصة كلها من أول مشكلته مع النادي الأمريكي وإمكانية عودته للدوري المصري. والنادي الأهلي بعد المباراتين الوديتين اللي خاضهم مع منتخب الشباب وبتروجيت ريبيرو بنسبة كبيرة جدا استقر على التشكيل الأساسي للنادي الأهلي. بس خلينا نبدأ الفيديو بالصلاة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسام أبو علي، إيه القصة؟ القصة إنه وسام أبو علي مع نادي كولومبوس الأمريكي في صعوبات في تسجيله. ليه؟ لأنه وسام أبو علي الراتب اللي هياخده من كولومبوس الأمريكي عالي جدا بالنسبة للدوري الأمريكي، حوالي 4.5 مليون دولار. فالنادي الأمريكي فيه هناك في حاجة اسمها قواعد اللعب المالي النظيف، وإنه اللي بيتجاوز سقف الرواتب بيكون 3 لعيبة فقط. ففي صعوبة في تسجيل وسام أبو علي في الانتقالات الحالية لغاية دلوقتي. النادي الأمريكي بيفكر في إعارة وسام أبو علي لمدة موسم لغاية ما يظبط أموره المادية ويقدر يرجع وسام أو يقدر يسجل وسام أبو علي، إما في يناير القادم أو يعيره لمدة موسم كامل ويرجع له في نهاية الموسم، مع إنه وكيل اللاعب نفى ده، بس الكلام ده حاصل بالفعل. ففي نادي في تركيا اسمه نادي طرابزون التركي قدم عرض للنادي الامريكي لاستعاره وسام ابو علي لمده موسم. الانديه الناديين في مصر بيراميدز والزمالك يسكتوا؟ لا، قال لك والله انه في مفاوضات حاليا ما بين بيراميدز ووسام ونادي الزمالك مع وسام ابو علي. بيراميدز عن طريق بالتحديد هاني سعيد تواصل مع آدم وطني وكيل وسام أبو علي. طيب قدم له عرض. إيه العرض ده؟ العرض إنه إحنا هناخد وسام أبو علي إعارة لمدة موسم وهندفع 2.5 مليون دولار. 2.5 مليون دولار ده بجانب طبعا الراتب اللاعب ده للنادي الأمريكي فقط، وفي أحقية شراء مقابل 8 مليون دولار. 8 مليون دولار، يعني النادي الامريكي لو وافق على الاعاره دي، وافق على العرض ده، ونادي بيراميدز جاء في نهايه الموسم اللي هيبدا ده، في نهايه الموسم خلاص قرر انه يشتري وسام ابو علي، يبقى كده وسام كلف نادي بيراميدز 10.5 مليون دولار. 10.5 مليون دولار. طبعا لسه ما فيش رد من النادي الامريكي، انه لغايه اللحظه اللي بكلم فيها حضراتكم النادي الامريكي بيحاول انه يسجل وسام ابو علي وما يعيرهوش، يعني لغايه دلوقتي بيحاول في كده. طيب نادي الزمالك تواصل ممدوح عباس الرئيس الفعلي لنادي الزمالك مع ادم وطني. طيب ايه العرض بتاع ممدوح عباس؟ ممدوح عباس الراجل بيجيب الخلاصه، يعني قال له شوف النادي الامريكي عاوز كام في اعاره وسام ابو علي لمده موسم وانا هدفع. يعني ما حددلوش رقم، لا الدنيا مفتوحه. ارجع للنادي الامريكي وقول له النادي الزمالك عاوز وسام ابو علي اعاره لمده موسم، عاوز كام في الاعاره وانا ادفع. طبعا ممدوح عباس بالنسبه له انه ياخد وسام ابو علي حتى لو اعاره لمده موسم مهما يكلف من ملايين الدولارات، بالنسبه له يعني ده من وجهه نظر هو، يعني مش الواقع ده، ومن وجهه نظر هو ده ضربه كبيره للنادي الاهلي، مع انه النادي الاهلي خلاص ملوش علاقه. النادي الاهلي خلاص باع وسام وهيستفاد من وراه بحوالي 9 مليون دولار او 9.5 مليون دولار، والدنيا تمام وفي نسبه اعاده بيع والدنيا زي الفل. فبالنسبه له مش هيفرق معاه انه وسام يكمل في امريكا ولا يرجع على بيراميدز ولا يرجع على نادي الزمالك. والله ما فرقه لا مع اداره النادي الاهلي ولا فرقه معنا احنا كجمهور النادي الاهلي. ده عرض ممدوح عباس لوسام ابو علي، ولكن لغايه اللحظه اللي بقول لحضراتكم او بتكلم فيها مع حضراتكم رغبه وسام الاولى ورغبه النادي الامريكي كولومبوس
انه الموضوع ما يوصلش للدرجه دي، انه وسام يطلع اعاره سواء في اوروبا في بيراميدز في الزمالك. الهدف الاساسي بالنسبه لهم هو الابقاء على وسام ابو علي وتسجيله وخوض وسام مع النادي الامريكي الموسم اللي هيبدا. ده بالنسبه لقصه وسام ابو علي. طيب النادي الاهلي خاض النهارده مباراتين، خلينا امبارح هنا خلاص الصبح دلوقتي. امبارح خاض مباراتين وديتين، مباراه مع منتخب الشباب ومباراه مع بتروجيت. المباراه الاولى مع منتخب الشباب انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0، هدف سجله جرادي شار. مباراه بتروجيت انتهت بالتعادل 2-2، سجل اهداف النادي الاهلي سجل اهداف النادي الاهلي محمد شريف وياسين مرعي. النادي الاهلي طبعا لعب بتشكيلتين مختلفتين بعد كل المباريات الوديه دي، مباراتين في تونس وثلاث مباريات دلوقتي في مصر، بنسبة كبيرة جدا، بنسبة كبيرة جدا جدا. ريبيرو استقر على التشكيل الأساسي للنادي الأهلي. الأمور كلها وضحت قدام ريبيرو. يعني المباراة الودية اللي كانت قبل كأس عالم للأندية كانت أول مباراة لريبيرو، وثلاث مباريات في مجموعات في كأس عالم للأندية، وبعد كده مباراتين في معسكر تونس، بعد كده هنا مباراتين، ثلاث مباريات للنادي الأهلي في مصر. فالأمور وضحت تماما قدام ريبيرو، وخلاص عرف وتعرف على كل لعيبة النادي الأهلي وإمكانياتهم ومين الأفضل في كل مكان. طيب هتسألني عن وجهة نظري أنا. وجهة نظري إنه التشكيل الأفضل للنادي الأهلي يبدأ بمباراة مودرن سبورت في بداية الدوري. ده من وجهة نظري، ممكن هو يكون ليه وجهة نظر تاني مختلفة. مصطفى شوبير في حراسة المرمى، مقتنع تماما بأنه حان وقت مصطفى شوبير مع النادي الأهلي. في الباك اليمين محمد هاني، مع تحفظ شوية عليه واقتناع التام بعمر كمال عبد الواحد، ولكن محمد هاني يعني دايما بالنسبة لي أنا مميز في أنه في ثبات في المستوى. يعني هو لا عالي خالص ولا وحش جدا، هو أداء متوسط ولكن ثابت، عكس عمر كمال. عمر كمال ممكن يديك مباراة عالية جدا ويديك مباراة تانية مستواه بيكون ضايع فيها. فبالنسبة لي محمد هاني. الباك الشمال مفاجأة مع تعاقد النادي الأهلي مع شكري، و يعني يعتبر هو شايفين ان هو هيلعب اساسي، ولكن بالنسبه لي انا من وجهه نظري انا انه كريم فؤاد هو اللي هيكون الباك الشمال الاساسي للنادي الاهلي. يبقى محمد هاني باك يمين، كريم فؤاد باك شمال، اثنين قلبي دفاع بنسبه كبيره جدا، مرعي وياسر ابراهيم، اللي على فكره النهارده ارتدى شاره قياده النادي الاهلي في مباراه منتخب الشباب. ده الخط الخلفي. طيب ثلاثه منتصف الملعب، ديانج مليون في المية، بن رمضان مليون في المية، وأفشة لحين عودة إمام عاشور. يبقى ديانج، بن رمضان، أفشة. الثلاثي الهجومي الأمامي زيزو، تريزيجيه، محمد شريف. ده من وجهة نظري تشكيل النادي الأهلي اللي هيبدأ بيه، أو المفترض أو اللي أتمنى إنه يبدأ بيه ريبيرو مباراة مودرن سبورت في أول مباراة للنادي الأهلي. ولكن في الآخر هو ده المدير الفني وليه كامل الحرية ووجهة نظره في اللعيبة والتشكيل الأساسي. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي إنه يقدم موسم يعني يحقق تطلعات وأمنيات جمهور النادي الأهلي بعد الصفقات دي والأسامي الموجودة دلوقتي في النادي الأهلي. طموحات جمهور النادي الأهلي عليت جدا، عايزة تشوف أداء ونتائج الاثنين بالكواليتي الموجود دلوقتي، وإن شاء الله ده هو اللي هيحصل. مش هطول على حضراتكم أكتر من كده. أتمنى في نهاية الفيديو اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. سلام.